واحدة من أهم النظريات اللي كان بيتكلم عنها ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع هي نظرية المزرعة. ونظرية المزرعة ستيفن كوفي بيتكلم فيها إن إحنا بنتعامل مع الحياة. إحنا بطبيعتنا بنتعامل مع الحياة باستعجال. إحنا طبيعتنا بنتعامل مع الحياة على إننا بنتعامل مع الليلز، بثقافة الليلز. ثقافة الليلز اللي هو إيه؟ اللي هو ان احنا عايزين الشورت كات، عايزين النتائج السريعه، عايزين نقدر ان احنا نحقق اكبر نتيجه ممكنه باقل مجهود بنبذله. عايز اول ما انزل الجيم ابص الاقي العضلات بتاعتي بدات تطلع بعد اسبوع وانا مستعجل جدا. عايز اول ما اتكلم لغه ببدا ان انا اتراك كل يوم ايه ده، هو انا اتحسنت قد ايه؟ ولو ما لقيتش فيه تحسن ببدا ان انا اتوتر وابدا ان انا اقلق وابدا اقول ان انا طب امتى ان انا هتحسن، طب ايه اللي حصل، طب النتائج هتيجي امتى؟ فاحنا بنبدا واحنا عينينا اصلا على النتيجه. وهنا ستيفن كوفي بيقول ان الثقافه ديت خلتنا كلنا ان احنا ما نبداش او ما نؤمنش بالحاجه على حقيقتها، اننا دايما نكون بنبدا واحنا عينينا على النتيجه، مش عينينا على المجهود اللي احنا هنبذله او الطريق اللي احنا هنسلكه عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي هي اصلا حاجه ممكن تساعدنا. والفكره هنا اللي ستيفن كوفي بيتكلم فيها ان ده عكس سنن الكون، وعكس اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله في او خلقه او خلى حتى الكون كله او مقادير الكون كلها تمشي بناء عليه. لان مفيش حاجه في الدنيا اتعملت في يوم، حتى خلق السماوات والارض كان في 6 ايام. فهي هنا الفكره. ستيفن كوفي في الكتاب بقى بيتكلم ان احنا الموضوع ده محتاجين 3 مفاهيم رئيسيه نركز فيها عشان تكون دي قوام قانون المزرعه، وعشان نقدر بيها ان احنا نحقق نتائج. اول حاجه او اول مفهوم ستيفن كوفي بيتكلم فيه، بيقول لك ان لكل شيء موسم. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تتكلم عن الفلاح، فالفلاح في الاول موسم. الموسم ده هو بيعمل فيه ايه؟ ده موسم اللي هو بيحط فيه البذور، بيبدا ان هو يرمي بذور في الارض. في موسم تاني اللي هو بيبقى بيعمل فيه بيحرث الارض. في موسم تاني اللي هو او وقت تاني في الارض ان هو بيبدا ان هو يسقي الزرع ده ويشوفه وهو بيكبر. في وقت هو بيعالج الزرع، لو حصل في الزرع اي مشكله بيبدا ان هو يضيف له سماد معين، بيفضل يضيف له حاجات تبدا انها تحسن التربه عشان تطلع الزرعه بشكل احسن، ويبدا ان هو يعتني بيها. وبعد ده بيجي موسم الحصاد. فهو هنا بيتكلم ان هو الفلاح نفسه عدى على مراحل كتير. المراحل ديت خلته يقدر في الاخر يوصل لموسم الحصاد، لكن ما بدأش يحط الزرعه في الارض او اول يوم وهو تاني يوم مستني الحصاد. فاول قاعده محتاجين ناخد بالنا بيها لو احنا عايزين نؤمن بنظرية المزرعة، ان لكل شيء موسم او لكل شيء موسم. فمفيش نتيجة بتيجي في نفس الوقت. حتى السنة 4 مواسم. فانت لا يمكن تحصد النتيجة بناء على مجهود واحد، او بناء على ان انت بتؤمن ان انت بتعمل لموسم واحد. الموسم الواحد ده هو موسم الحصاد. الحصاد موسم من كذا موسم متعدد اخر. فانت لو عايز توصل لموسم الحصاد فانت محتاج توصل لموسم البذر، وبعد كده موسم الزرع، وبعد كده توصل لكل موسم من المواسم التانية عشان توصل في الاخر لموسم الحصاد. فانت تعدي على كل المواسم اللي موجودة في السنة. طيب، ستيفن كوفي كان بيتكلم في النقطة تانية، ألا وهي فكرة إن إحنا محتاجين نكون بنؤمن بالتراكم أو النتائج، أو إن النتائج تكون بتتحقق بالتراكم، وليس باللقطة أو بالمرة الواحدة. ايه فكرة التراكم؟ التراكم هنا فكرة ان انا اكون بستمر، ان انا بعمل حاجة لفترة طويلة. الفكرة ان انا اكون بستمر ان انا بعمل المهمة ديت وانا بكررها كذا مرة. فكرة التراكم ديت ان انا اكون بعمل الحاجة لمدة كل يوم. لو رجعنا تاني هي يعني خلينا نربطها دايما بنظرية المزرعة. الفلاح لما بيبدأ ان هو يزرع، هو كل يوم بيبدأ ان هو يتحرك على الارض بتاعته، بيتواجد فيها الوقت معين عشان يعمل بروسيس معينه، ممكن بس عشان يسقي عشان بس يشيل الشوائب اللي في الارض ويسقي النباتات اللي موجوده ويعمل حاجه بسيطه. الفكره هنا ان نظريه المزرعه هي فكره ان الفلاح لما كل يوم يتواجد لمده الزرع، حسب نوع الزرع، ممكن تبقى شهر، ممكن تبقى شهرين، ممكن تبقى سنه، على حسب نوع الزرعه اللي موجوده. لو فضل يعمل الموضوع بنفس الطريقه
كل يوم هيقدر في الاخر ان هو يوصل للنتيجه النهائيه، الا وهي ان في موسم الحصاد. اما لو هو ما زرعش كل يوم لا يمكن ان هو يوصل للنتيجه النهائيه، ولا يمكن ان هو يوصل لنتيجه الحصاد اللي هو عايز يوصل لها في الاخر. المفهوم الثالث اللي بيتكلم فيه ستيفن كوفي هو بيتكلم على خدعة النتائج السريعة. طيب الخداع هنا فكرة ان انا بشوف قدامي خداع بصري بشكل كبير جدا، بشوف قدامي نتائج كتير جدا شايفها قدامي. خدعة السرعة، ان كل حاجة ممكن تحصل بسرعة، ان كل النتائج ممكن تتحقق، ان احنا عايشين في عالم سرعه، وان ان انت تقدر ان انت الخدع ان انت تنخدع في الوقت، ان هو كل حاجه ممكن يتعمل لها شورت كات، ان كل حاجه ممكن تقدر ان انت تحققها باسرع وقت ممكن من غير ما تاخد الوقت بتاعها الطبيعي اللي انت ممكن تعمله. الفكره هنا في الخدعه دي، الفكره في خدعه الوقت ان انت بتكون متخيل ان انت لو عملت حاجه او عملت مجهود معين، النتيجه الحتميه ليه زي ما انت متخيل ان هي كانت موجوده عند ناس كتير، زي ما انت بتشوف في الوقت الحالي اللي هي خدعه السرعه، ان النتيجه الحتميه ليه ان هي ان انت لا في طريقه ما هتقدر ان انت توصل بيها للنتيجه، في كونسبت معين او في طريقه معينه هتقدر انها توصلك شورت كات. وفي الاخر هنا الفكره في خدعه السرعه هنا ان انت بتبدا تعمل كل يوم تبدا من الصفر وتبدا في صفر جديد. فانت هنا بتعدد الاصفار بتاعتك، بمعنى انا النهارده عايز ازرع، تعال ناخد برضو خلينا نتكلم على قانون المزرعه. انا عايز ازرع النهارده طماطم، وعايز بكره الطماطم ديت تكبر. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا لما باجي ازرع الطماطم ديت برمي البذور بتاعتها ومستني نتيجه تاني يوم، باجي تاني يوم الاقي ستيل بذور، الارض لسه الارض مش باين لها اي نتيجه. فابدا ان انا اتوتر. طب بعد ما اتوتر ايه اللي بيحصل؟ ابدا ان انا اقول الله، هي فين الطماطم؟ انا كنت متخيل ان الطماطم هتطلع تاني يوم. ابدا ان انا افكر ان انا اعمل او اجيب اسمده تضر التربه، ان انا ادوس على التربه عشان اقدر ان انا اطلع طماطم. ابدا ابص بعد فتره برضو طماطم ما طلعتش، لان انا في الاخر هو قانون المزرعه ده قانون. ف اللي بيحصل هنا ايه؟ ان في ناس كتير تروح قايله لا هو كده الطماطم مش هي الحل، يلا نسيب زرعه الطماطم ونروح نزرع خيار، يلا نسيب الخيار ونروح نزرع اي حاجه، نزرع جزر. تمام. الفكره اللي بيحصل فين بقى هنا؟ ان انت بعد فتره بدل ما تحل المشكله انت كده خلاص غيرت كل انواع الخضار، تروح قايل لا خلاص هو كده الحل مش في الخضار، يلا نسيب عيله الخضار كلها ونروح للفاكهه. ومش قادر تدرك ولا تفهم ان لا المشكله في الخضار، ولا المشكله في الفاكهه، ولا المشكله في كل في انواع في النوع نفسه، ولكن المشكله في الكونسبت نفسه، اللي هو المفهوم الخاص ب نظريه المزرعه، اللي هو المشكله في ان انت مش مؤمن بان انت ان كل حاجه ليها مرحله، وان انت كل مرحله هتمر بيها مهما عملت، وان انت كل موسم انت فيه، ان انت لو انت في مرحله التعليم فالموسم بتاعك حاليا هو موسم التعليم، ولو انت في موسم ان انت التدريب فانت محتاج انت موسم التدريب، لو انت في موسم بدايه العمل فانت لسه بادئ تشتغل، ولو انت في موسم بعد فتره بقى اللي هو موسم الحصاد انت تحصد كل اللي انت عملته. وموسم الحصاد هو بدايه لزرع جديد، لان الحصاد هل الفلاح لما بيزرع الارض لما بيحصدها ويشيل منها الزرع، لو اعتمد على ان انا خلاص حصدت كده وانا بقيت برنس زماني هيقدر ان هو يستمر؟ لا خلاص. والارض نفسها التربه بتاعتها لو ما بداش يعتني بيها ويبدا مرحله جديده، الارض دي هتبور، والنتيجه ان الفلاح ده هيكون واقف مكانه. فهو بيعمل ايه؟ كل موسم حصاد هو بدايه لموسم زرع جديد، فبيبدا ان هو يزرع من اول وجديد ويمشي المرحله بشكل تاني. كذلك احنا كبني ادمين، احنا كبشر محتاجين ان هو كل موسم حصاد لينا ان احنا نكون حاطين لنفسنا علامات على الطريق اللي هي بيسموها المايلستونز كده. انا عارف ان انا عند كل مايلستون ببدا مايلستون جديده، مش بوقف عند كل مرحله ما بكون حاططها في حياتي، ببدا مرحله جديده عند كل انجاز بحققه بتكون بدايه او خطوه لانجاز جديد هبدا ان انا اشتغل عليه عشان تكون النتيجه في الاخر اقدر اوصل لموسم الحصاد. اما لو انا كل هدفي في الحياه ان انا اوصل لموسم الحصاد من غير ما ابذل اي مجهود، من غير ما ابدا ان انا احقق اي نتيجه، فالنتيجه النهائيه هي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. النتيجه النهائيه هي ارض بور لا زرع فيها ولا ماء.
لو انا عاوز انصحك نصيحة في اخر الفيديو ده، فانت احترم كل موسم من المواسم اللي انت بتمر بيها عشان تقدر في الاخر توصل لموسم الحصاد.